السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي والخواتات مع امينه. كنتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه يا رب وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو اليوم غادي نوجد معكم فيه كيكه بالبرتقال والكراميل اللي كتجي رائعه بزاف، وشي حاجه اللي رائعه ولذيذه بزاف. جربوها على حسابي. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير، وما تنساونيش ملي لايك وتعليق زوين بحالكم. دوزو للمكونات. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نوجد معكم صوص كراميل اللي غادي نحتاج فيها كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. غادي نديرو بحال هكا في مشي مقيله اللي كتكون ما تتلصقش، وغادي نديرو على النار مهيله ونخليه حتى كيذوب ليا السكر ديالي كله. كيف غتشوفوا معايا دابا بدا كيذوب لينا السكر من الجوانب، كنكتفيو فقط غير كنحركو بحال هكا المقله، غير بحال هكا حتى كيبدا كيذوب ليا السكر كله. عاد فاش كنجيبو شي معلقه ديال العود ديال الخشب او كنبداو تنحركو بها باش هكا نتاكد ان السكر ديالي داب كله. من بعد ما كيذوب ليا السكر كنحيدوه فوق النار، وملاحظه ما تخليوش السكر ديالكم يتحرق. بقاو تحركوها ملي كتشوفوا السكر كله داب، بقاو تحركوها. من بعد انا محيته فوق النار، زدت عليها واحد كاس ديال الياغورت طبيعي دانو مسوس، كاس ديال دانو مسوس. وواخا كيتحجر لينا بحال هكا ما نخافوش منه، غادي يذوب لينا. كيف شفتوا معايا هو داب ليا هنايا السكر. زدت عليه هنايا واحد المعلقه ديال الحليب مخلطه مع معلقه صغيره ديال النشا، مساليه هذاك المقطع اللي كنت خلطت فيه الحليب والنشا. المهم معلقه الحليب كبيره مع معلقه صغيره ديال النشا. من بعد ما كيطيب ليا هاد الصوص كراميل كنزيد عليه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وكنحركها وكنخليها على جنب حتى تبرد. دابا غادي نحتاجو في المكونات ديال الكيك. عندي هنايا جوج بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس لاروب ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الياغورت بنكهه الكراميل، وعندي قشور ديال الليمونه اللي حكيتها، ليمونه وحده. عندي شويه ديال اللوز والكركاع، غير واحد شويه، شاصيه ديال السكر الفانيلا، جوج ديال الخمارات، والدقيق يبقى على حسب الخليط. انا غادي نقول لكم القياس ديالو بالمعلقه. وغادي نحتاجو شويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل. وغادي نحتاج كذلك واحد جوج معالق كبار ديال الماء غليان. انا غادي نوريهم لكم ملي نكون غادي نخدم لي كيك. من بعد خديت هنايا يا اما بول يا اما الكاس ديال العجانه، كيبقى لكم الاختيار، اولا الكاس ديال الخلاط الكهربائي. درت فيه هذوك جوج بيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ، زدت ليهم شويه ديال السكر سنيده وشاصيه ديال السكر الفانيلا، وكاس ديال العنبه ديال كاس لا ربع فون ديال العنبه ديال السكر سنيده، وخلطت مزيان المكونات حتى ولا ليا البيض ديالي بحال هكا القوام ديالو بيض، وكيكون كيضاعف الحجم ديالو. من بعد بديت كنزيد في الزيت تدريجيا، كيف شفتوا معايا كيف الخويات كنبقى كنزيدو وانا كنحرك، ما كنوقفوش على التحريك. الا بغيتو تخدموا بالطراب الكهربائي ممكن تخدموا به، انا فقط خدمت غير بالضراب اليدوي. نفس النتيجه. من بعد هنا ما خلطت هذاك الزيت مع المكونات، زدت هنايا كاس ديال الياغورت بنكهه الكراميل. من الاحسن تكون نكهه الكراميل باش هكا كيبقى لينا الكيك ديالنا بنين. وزدت ليه هذاك القشور ديال البرتقال اللي كيعطي واحد المذاق رائع. ممكن انكم تستعملوا نكهه البرتقال، ولكن من الاحسن نستعملوا هذا القشور ديال البرتقال باش هكا نتفاداو ديك الاشياء المصنعه. المهم زدت هنايا الدقيق، غربلتو. الدقيق كيف كنقول لكم دائما كيكون عندي مغربل مره من قبل، وكنعاود نغربلو فوق الكيك. زدت هنايا 5 المعالق كبار ديال الدقيق كيف غتشوفوا معايا، وغادي ندخلها في هذا الخليط ديالي. انتم غتشوفوا القوام ديال الكيك ولكن ما تخافوش منه. هاد لاستيوس ديال المغليان غادي يخلي لنا الكيك ديالنا مهوي ومفشفش، غيجي رائع بزاف. كيف كتشوفوا معايا هنايا الكيك ديالي وصل القوام المطلوب. من بعد انا غادي نزيد ليه شاصيات ديال خميره الحلويات. كيف قلت لكم جوج شاصيات يعني 16 غرام ديال خميره الحلويات، ضروري حتى هي نغربلوهم. ودائما ملي نبغوا ناخذ الخمارات ما ناخذوش هذيك الخمارات اللي كيكونوا فيهم الحبيبات، هذوك راه ما كيبقاوش صالحين، ما كيبقاوش يخمروا لينا وما كيعطوناش المفعول ديال هذاك الخميره ديالها في العجين. خذوا دائما هذا اللي يكونوا ما مكورينش، كيكونوا جداد. هنايا من بعد ما دخلت هذوك الخمارات في العجين زدت لهم جوج معالق كبار ديال الدقيق كيف شفتوا معايا. وغادي ندخل المكونات كلها بحال هكا في الخليط، وشفتوا معايا كيولي عندنا الخليط ثقيل شويه كيف كتشوفوا. هنايا في هذه المرحله غادي نضيف لهم جوج معالق كبار ديال الماء غليان، الماء طايب. كيف كتشوفوا مباشره كيغلى لنا الماء كنزيدوا جوج معالق كبار ديال الماء غليان، وهذه هي الطريقه باش هكا الكيك ديالنا كيجي مهوي بزاف. وكتشوفوا معايا الكيك ديالنا رجع للقوام ديالو. وغادي نزيد ليهم معلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للمغليان ممكن اننا نعوضوه بالحليب حتى هو يكون غليان، كيبقى لكم الاختيار. وهنايا كيف شفتوا معايا اخر مرحله كنزيدوا معلقه كبيره ديال الخل. وهذا هو القوام ديال الكيك. دابا غادي نوجد معكم المول اللي غادي نطيبها فيه، وممكن نتوما ديروا اي مول كيهز بحال هكا القياس ديال جوج البيضات، حقاش عندنا القياس ديال الكيكه الخليط قليل.
خديت هنايا المول وفرشته بحال هكا بورق الطبخ ودهنته بالزيت كيف كتشوفوا معايا، ودرت فيه بحال هكا هاد الخليط ديال الكيك، درت فيه هنايا درت فيه قربته للعماره، يعني خليت غير واحد شويه باش غادي نغطي عليه من الفوق. من بعد جيت هذاك الصوص كراميل اللي تكون بردات، ضروري انها تكون بردات كيف كتشوفوا معايا هنا، راه ما باقي ما عقدتش لينا ولكن غير بردات، ما بقاش سخونه بزاف. من بعد كنبدا كنديرها بحال هكا في وسط من الكيك كيف كتشوفوا معايا. هنايا الكيك راني كبيت تقريبا 3/4 ديال الكيك، بقى ليا غير واحد شويه باش غادي نغطيه من الفوق. كنقادو بحال هكا مزيان، كنحاول انني ندير كميه مهمه وكيجيب المذاق ديال هذا الكيك رائع بزاف بهذا الصوص كراميل. خديت هنايا هذاك اللوز والكركاع هرمشتهم بحال هكا غير بالقطعه اولا بموس، هرمشتهم غير واحد شويه ودرتهم بحال هكا حتى هما يفوق من هذاك صوص كراميل كيف كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي ناخذوا هذاك ديك شويه ديال العجين اللي بقى ليا، انا ما خليتش بزاف قلت لكم غير واحد شويه، وغادي نبدا كنغطي به هاد المكسرات وهاد الصوص كراميل، كنبداو نغطوها تماما، ضروري اننا نغطيوها مزيان مزيان ما نخليوهاش باينه هاد الصوص كراميل. هانتوما غادي تشوفوا معايا غادي نغطي بحال هكا هاد الكيك ديالي كلها كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي ندير الفران ديالي، غادي نشعلو على 180 درجه، والفران دائما كيكون بارد حتى كندخلوا الكيكه. عاد فاش كنشعلوا عليه 180 درجه نشعلوا عليه من التحت حتى كطيب ليا الكيكه. عاد فاش كنشعلوا على الوجه باش كيتحمر لينا، ما كتاخذش لينا وقت طويل، تقريبا ما بين 35 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. وغادي دابا ندخلها الفران طيب ونقدموها بالصحه والراحه. ومن بعد هنايا ما طابت ليا الكيكه ديالي وخرجتها من الفران، خليوها حتى كتبرد لينا في المول اولا حتى كتدفى. انا صراحه ما خليتهاش بردت. عاد فاش كنقلبوها ومني كنقلبوها بحال هكا على الوجه ديالها، كندهنوا الوجه ديالها بهذاك صوص كراميل، داكشي اللي بقى لينا منه كندهن بيه بحال هكا الوجه ديالها، وكنزينوها بشويه ديال اللوز افيلي اللي كيكون محمر. وانتم غادي يبقى لكم التزيين على حسب الاختيار وعلى حسب داكشي اللي موجود عندكم في الدار، يعني ما نديروش حاجه اللي اكثر من جهه، داكشي اللي موجود عندكم ممكن انكم ديروه. كيف كتشوفوا معايا الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي رائعه بزاف وخفيفه خفيفه بزاف. انا قطعت معكم بحال هكا قطعه ولكن غير من الجنب باش تشوفوا معايا. كون قطعتها من الوسط غادي يبان لكم كيفاش هي خفيفه بزاف، خفيفه خفيفه بزاف بزاف. غادي تعجبكم اكيد وغادي يعجبكم المذاق ديالها ما بين البرتقال والكراميل اللي كتجي رائعه رائعه بزاف. ما تنساوش انكم تجربوا هذا الكيك، تخليوا لي التعليق ديالكم، ارائكم في التعليقات، واي سؤال اي استفسار خليوا لي اكيد في التعليقات. ما تنساوليش من لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. قبل ما تخرجي ما تنساوليش واحد الجيم. استودعكم الله والى فيديو قادم، دمتم في رعايه الله، وشكرا على حسن المشاهده.